اهلا بيكم. آه، في فيديو انتشر لواحد بيصور واحد يا عيني ماشي في الشارع بيلم خردة. وطبعا احنا بنتكلم على جنون الترند وجنون التصوير. الدولة كتر خيرها ادتنا سلاح في ايدينا، هو سلاح التليفون. يا جماعة اللي بيصور حاجة مش كويسة، عبث بالمال العام، بلطجية في الشارع، حاجة يعني كده، ساعدوا الشرطة وساعدوا رجال الأمن إن إحنا بنصور ونعتبر كلنا مراسلين. نصور الحاجة اللي مش كويسة دي، واحد حرامي، واحد بلطجي، واحد بيثبت حد، الناس بتتخانق، الحاجات دي كويسة أوي إن إحنا نصورها وننزلها على السوشيال ميديا. لكن ما تاخدناش الحاجة دي اللي الدولة كتر خيرها ادتها لنا كسلاح عشان او ادوات ان احنا نساعد بها الدولة عشان نحافظ على الامن العام بتاع بلدنا، ان احنا نأذي بيها الاخرين. وجنون الترند وجنون الشهرة، لان انت ممكن تقع في تصوير حد بدون اذنه وتتهمه بما ليس فيه، فتدخل في قضية تشهير. خد بالك من الموضوع ده، الموضوع فرق بسيط جدا. فشوفنا الراجل اللي اسمه الاخ رامي، الراجل بسيط اللي ماشي في الشارع وكان نجار مسلح والدنيا دارت عليه واصيب بمرض ربنا يشفيه ويعافيه، والراجل نازل يلم خردة. يا عم لازم يكون عندنا يعني تكون كيس فطن. المهم كيس فطن، يعني المفروض انت عندك نظرة في اللي قدامك. الحرامي بجح، البلطجي بجح وعينه قوية. يعني شفنا ناس كانت بتصور حرامية وهي بتبعد بتحدف حاجات، بلطجي ما عندوش ما بيهموش، الحرامي ما بيهموش، عينهم قوية وممكن يهددك. لكن الراجل بيلم كنز، بيلم مسامير على الطريق، بيلم حاجات عشان يرجع بقى حاجة لولاده. وانت سألته وقلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لك انا بلم حاجات من على الارض. وواضح انه لا هو بيكسر ولا هو بيعمل، ولا هو مثلا بيشيل غطا بلاعة دول نمسكهم الحرامية دول، ولا هو بيقص مثلا اسلاك او كابلات او حاجة. ده الراجل ما معهوش اي عدة خالص، ده هو عبارة عن شكارة فاضية ووريها لك، وبيلم كنزات وبيلم مسامير وخردة من على الطريق، وقال لك انا بلم خردة. يعني المفروض لو انت عندك نخوة ان انت حتى تساعده، تقول له مثلا طب خد اهون والله يرزقك، وبلاش انت ايه تعمل العمل اللي انت بتعمله ده، لان ده ممكن يعني ايه يأذيك او حاجه، او حد يعتقد ان انت بتعمل مثلا المال العام، ويبقى انت جبرته خطأ. اجبر بخاطر الناس الغلابه، نجبر بخاطر الناس الجماعه دي. يا جماعه الغلاء في كل العالم دلوقتي، الغلاء الفاحش في كل العالم دلوقتي، وقهر الرجال صعب. انا جربت فترات طويله ان انا قعدت من غير شغل، يعني انا جربتها. والناس بيكون عندها عزه نفس، فقهر الرجال صعب. اللهم انا نعوذ بك من قهر الرجال، واللهم انا نعوذ بك من فواجع الاقدار. لازم يكون عندنا رحمه. انت اهنت الراجل ده، الراجل كسرت عينه صعبه وامه طلعت عيطت وهو محبوس دلوقتي. يا رب يا رب يطلع ان شاء الله مظلوم. ولو الراجل ده طلع مظلوم، الراجل ده ليه حق عندك. احنا كلنا نقف جنب الدوله، وكلنا نبقى عينينا على المال العام بتاع الدوله وعلى الممتلكات العامه للدوله، كلنا دي ما حدش يقول عليه. بس يا جماعه التصوير يكون مش اهم حاجه ان انا اطلع ترند واصور،
زي الراجل اللي كان بيعمل حاجه في الكوبري، وراجل كبير في السن وواحد برضه بيصوره. يا اخي روح اسال الاول انت بتعمل ايه يا حاج؟ في شركه مقاولات طلعت ان فيها شركه مقاولات بتعمل صيانه في الكوبري والكلام. طب انت طلعت بس الراجل ده طلع اعتذر يعني. فاحنا يكون عندنا من الكياسه واحنا بننشر الحاجات دي، لان انت كسرت الراجل ده اللي هو النجار رامي اللي كان بيقول لك راجل وكان صنايعي وبتاع، بس حصل له مرض والراجل عايز يجيب حاجه عشان الحضانه يدفع فلوس الحضانه او امه لان ابوه واخوه اتوفوا. ما نكونش احنا والزمن على الناس الغلابه دي. ونتمنى من الناس تجار دمياط ورجال دمياط وصناعيه دمياط ورجال الاعمال في دمياط حد يلاقي شغلانه للراجل الغلبان ده. ولكن دايما بنقول الخير يكمن في الشر. ربما تصوير الفيديو ده ربنا يسهل ويوسع رزقه ويلاقي حد يعطف على الراجل الغلبان ده ويشغله. ما شفنا الناس بتدفع ملايين وسيارات وعربيات وفيلات للعيبه. الغلابه دول اولى، الغلابه دول اولى، عندهم بيوت مفتوحه وعندهم اولاد وافواه جائعه. يكون عندنا رحمه. يا ريت حد من الناس دي يتكفل بالغلابه دول ويديهم ويساعدهم، لان قهر الرجال صعب. انا شفت في عين الراجل قهر كبير جدا. ربنا يخرجه ان شاء الله ويكون بريء ان شاء الله، و يعني ربنا يوسع رزقه وتبان الحقيقه. واشوفكم على خير ان شاء الله. خالص تحيات، سلام.